معقولة الجمال ده عملناه بإيه؟ بشوية دقيق وشوية مية؟ مش ممكن. حاجة بسيطة وجميلة وأحلى حلويات احنا حقيقي بنحبها، خفيفة جدا وتعمليها في البيت. الكسلانة اللي مش قادرة تنزل تشتري قطايف تعملها في البيت يا جماعة، والله ما محتاجة ان انت تشتريها. شايفة طالعة جميلة قوي ازاي؟ بشوية دقيق وشوية مية ومعلقة نشا عملنا احلى قطايف في البيت. شايفة طالعة جميلة قوي ازاي؟ ما خدتش معانا وقت ولا حاجة. وكل سنة وانت طيبين. نسمي الله ونحضر بقى المقادير. حضري معايا يا ستي كوبايتين دقيق. مش مصدقة طبعا ان كل الكمية دي بكوبايتين دقيق. هتقولي ايه ده؟ ما شاء الله. شايفة كمية كبيرة قوي ازاي؟ حضري كوبايتين دقيق، اي نوع دقيق. ده الدقيق بتاع التموين يا جماعة، مش فاخر ولا حاجة، دقيق عادي جدا. بحط كوبايتين دقيق وحضر معلقة نشا وحضر كوباية ونص مية ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. انا حطيت معلقة نشا كبيرة بس مش مليانة اهي زي ما انتوا شايفينها كده، كبيرة بس مش مليانة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. وعملنا احلى قطايف، ما كلفتناش حاجة، ولا نقول بقى مشوره ان انزل يا ابني هات لي قطايف، لا تقولي لبابا الولاد هات لي قطايف. لا، على ايه يا جماعه؟ نعملها احنا في البيت، مش محتاجه حاجه. وادي معلقه خميره، معلقه خميره مش مليانه قوي، معلقه ممسوحه كبيره بس ممسوحه. وادي كوبايه ونص ميه وحطي عليها رشه ملح وقلب قلب قلب. طبعا انا لما لقيتها كده بقى قلت لا، عشان ما تكتلش معايا رحت ضربها في الخلاط، تبقاش عامله كده حبيبات ولا حاجه. احسن لك ان انت تضربيها في الخلاط او في الكبه، هتنعم معاكي وتبقى حلوه قوي، مش هتاخد حاجه. شفت انا ضربتها في الخلاط. طبعا انت بتعجني بميه دافيه عشان الخميره تخمر، تحطي كوبايه ونص ميه دافيه. اشوف حطيتها بقى في الطبق عشان اسيبها تخمر شويه. سيبيها تخمر ما بين ربع ساعه تلت ساعه، ما تزوديش قوي يعني، ما تخمرهاش قوي عشان لما بتخمر كتير بتعمل ثقوب كده في العجينه كتيره قوي. احنا عايزين ثقوب فيها كده معقوله. نبدا بقى نجيب طاسه تيفال كده عشان حاجه ما تلزقش، وتجيبي حاجه ليها بوز زي ما انت شايفه كده عشان تطلع معاكي كويسه، تصبي بيها تريحك في العمايل. على نار هاديه، يعني بتعلي النار تسخني الصينيه وبعد كده توطي النار. مش نار هاديه قوي يعني، اقل من المتوسط بشويه بس عشان ما تتحرقش منك. انا عملت واحده في واحده، بعد كده بقى عملت 3 في 3. لقيت الطاسه بقى سخنت بقت حلوه، عملت 3 ب3. ما شاء الله ما بتاخدش وقت ولا حاجه. وتحضري الشربات بتاعها، تعملي تبقى هي سخنه والشربات بارد، يا الشربات سخن وهي بارده، وتحشيها بقى بمكسرات اللي يعجبك، الحشو اللي انت حباه. ما شاء الله عملت معايا كميه كبيره قوي، ما تصدقيش نعمل كوبايتين دقيق وتروحي تشتريها تلاقيها غاليه. ليه؟ طب ما انا اعملها في البيت رخيصه جدا. اهي شايفه ما شاء الله. تبدا بقى تحمر منك من تحت، ما تقلبيهاش، تشيليها بقى على طول. شايفه كده، تشيليها ولا تدهني الصينيه ولا حاجه، التيفال مش هتلزق متقلقيش يعني. بس يا ستي شايفه ما شاء الله اهي كميه حلوه قوي. طبعا بتحطيها على فوطه، وبعد ما تعملي كل كميه ما تطلعيها تحطي لها الفوطه من فوق، يعني فوطه من تحت وفوطه من فوق عشان تبقى طريه معاكي لما تيجي بقى تحشيها تلزق معاكي بسهوله وما تشققش منك. طبعا انا شايله الفوطه عشان بصور بس، لكن كنت كل كميه ما اطلعها اروح مغطيها بالفوطه كده. الكميه كلها جهزت اهي، يعني انت كل ما تطلعي كميه تغطي بالفوطه لحد ما تيجي تستخدميها بقى. اهي ما شاء الله شايفين طريه وحلوه قوي، ولا مشققه ولا اي حاجه، جميله جدا.
وكل سنة وانتوا طيبين. اهي شايفة جميلة، حقيقي حقيقي جميلة بجد. يعني بشوية مية ودقيق عملنا احلى حاجة. دي كده بعد ما حشيناها وحمرناها، وما خدتش معانا وقت ولا حاجة. وبالهنا والشفا، كل سنة وانتوا طيبين.